ب9 عناصر فقط بعد وصول كريم زياني. الحصة الأولى كانت خفيفة وخصصها المدرب الوطني إلى الجانبين التقني والبدني. Pas oublier qu'on est en fin de saison et que les organismes ont aussi besoin de récupérer. Et le fait de revoir un petit peu tout le monde et de pouvoir se retrouver tous ensemble, c'est un plaisir. بالنسبة للناخب الوطني عبد الحق بن شيخة، العمل الجدي يبدأ باكتمال العناصر الوطنية حتى يتسنى له رسم الخطط التكتيكية على أرضية الميدان. ابريل 28 ان شاء الله باش تبدا الجديه ويبدا التخمام على الماتش. Maintenant, voilà, c'est une petite reprise. On est très heureux de se retrouver, même si le groupe il n'est pas encore au complet. Il va arriver petit à petit. On va commencer à se remplir, Inch'Allah. Donc non, alhamdoulilah, pour l'instant, toutes les conditions sont réunies pour faire une bonne préparation. إذا كانت الحصة الأولى من تربص لامانجا كلوب عادية بالنسبة لباقي العناصر الوطنية التي سبق لها وأن شاركت في مختلف تربصات المنتخب الوطني، فإنها لم تكن كذلك بالنسبة للثنائي العربي هلال السوداني هداف البطولة الوطنية وحارس مرمى فريق اتحاد الحراش عز الدين دوخة. راني فرحان بالاستدعاء تاعي، وان شاء الله نشرف الثقه تاع المدرب اللي دارها فيا، وان شاء الله يا ربي يكون عند حسن ظن الجميع وعند حسن ظن الشعب الجزائري ان شاء الله. عدلان قديورة الغائب عن المنتخب الوطني منذ أشهر عديدة بعد الإصابة التي تعرض لها مع فريق وولفرهامبتون، يعود من جديد إلى جانب رفقائه. On va essayer de travailler, Inch'Allah, et on va se préparer bien pour tous ensemble faire quelque chose de bien, Inch'Allah, au Maroc. هي أول حصة تدريبية تجريها العناصر الوطنية على أرضية الميدان، وخصصها المدرب الوطني للجانبين الفني والبدني في انتظار بداية العمل الجاد مع قدوم بقية العناصر الوطنية. بلال بنار من مقر تربص المنتخب الوطني جنوب إسبانيا. وفي الرياضة العسكرية اختتمت اليوم